هنتفاجئ يا معلم لما تعرف الراجل ده كان شغال ايه. فلاقي فجاه معلم ظهر لنا فيديو مريب جدا. عندي شات رصاصي من زمان، بزونه وبزونه. لا يا باولو. ايه يا شاكر من اولها كده؟ معلش بس يا شاكر ممكن تقعد عدل عشان نعرف نتكلم. نونو تعدل، ما تعدلش الا بالنونو. هو ايه اللي ما بتعدلش غير بالنونو؟ في ايه يا جدعان؟ طب معلش يا شاكر انت من مدينتي ولا انت منين؟ انا اصلا من شارع الترع، جاي مدينتي تسول. يعني طب بعيدا عن الصراحه، بس انت يعني ظهرت امتى وعندك كام سنه؟ شاكر عنده كام سنه؟ 28. ما صدقش بس قشطه، يعني كل الترندات بيقولوا كتير في الاول، بس اعتقد انا معلم اللي كان بيفتح لايفات كتير فشخ هو مداهن. صحيح انا شاكر، هو انتوا صحاب؟ شاكر مع ان انا ما بحبوش وهو ما بيحبنيش. ما تحسسنيش ان انا السبب. طب يعني يا شاكر طالما النفوس مش صافيه كده قول لي الصراحه، هو انت بتنافس مداهم يعني عشان افهم؟ انا هنا رجاله ما بنافسش حد ابدا. يعني طالما انت مش بتنافس حد طالع تعمل ايه؟ بتشمس. او يعني ايه شغلك بمعنى اصح؟ شغال ايه؟ انا تيك توك لايفات يعني. طب يعني يا شاكر هل الشغل ده بيكسب وكده ولا بلح؟ 50 مليون ايه ولا ده متضايق؟ 50 مليون ايه اللي بتكلم عليه؟ استنى كده. شفت شاكر اللي كسب 50 مليون جنيه من لايف في التيك توك؟ انا كده فهمت، هي دي حفله كده ومسابقه بيعملها البرنامج ويفتح لايف وكده. بس كده شاكر اعتقد ان هو عدى مداهم بكتير. بس السؤال هنا بقى، هل شاكر زي مداهم؟ بقول لك صحيح يا مداهم انت برج ايه؟ انا برج الهوا. وبترجعوا تزعلوا من مزاحم معاكم. طب معلش يعني اسمك الحقيقي؟ اسمي الحقيقي محمد خالد من سوهاج. طب يعني يا حمو انت بتحترم الناس؟ يعني مثلا لو دخل معاك شيخ هتحترمه؟ انت بتاع عيال يا شيخ. بعيدا يعني عن ان الجدع ده عليه ملاحظات، بس مداهم هو ده اللي وقعك. يعني مثلا شوف شاكر بيحترم الشيخ جدا. يا ريتني ما سالت. طب معلش يعني بعيدا عن كده في سؤال محشور في زوري للجدع ده، وانت يعني معلش بترضى يطلع معاك بنات في اللايفات؟ وانا موجود في اللايف ما تطلعليش بنات. لا يطلع عادي. طب يعني ما نسميها حلقه الثبات على المبدا احسن. طب مدام صحيح وانت لما حد بيبعت لك هديه بتحييه صح؟ نيجي لشاكر. اكيد يعني يا شاكر انت مش بتحب الطبل للداعمين والجو ده. هو الجو ده لسه شغال وكده؟ طب معلش يعني مدام هو ينفع الجو ده؟ يعني صح يعني؟ ما ينفعش اكون عبره قدام الناس او ان انا اهين نفسي مقابل فلوس. طب يعني معلش اللي بتعمله ده ايه؟ بص انا معاك انك مش بتكب دي على نفسك بقى والجو ده، واعتقد يعني ولا شاكر برضه، بس يمكن شاكر بياكل بطريقه فيها فضول خلت الناس تروح عنده. انت بتلهط كده ليه؟ امينه شلبايه رياكتد اغضبا. طب هو ده معلش يعني انت بتاكل ازاي عشان اقدر احكم؟ ايه ده يا استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ انا مش عارف اقول ايه والله، الجمل كتير بس اتحشرت. بس يعني الصراحه احسن حاجه فيك يا مدام انك مش بتعاكس البنات اللي بيطلعوا معاك. انت وليها حاجه قوي. اهو شوف ادي اول غلطه. الناس بتحب شاكر عشان مش بيعاكس البنات اللي معاه ومش بيقول لهم حاجه وحشه. طبعا انت يا ندى لو عملتي كده هنلاقي اسفل طريق بدون مطبات. طب هو ده يمكن عشان انت مثلا بتعمل حاجات غريبه في اللايفات او الضحكه. الصراحه ضحكتك كلها وقار. يا جماعه قطط في المحطه على فكره. الضحك عليها الكثير من الملاحظات بس ما علينا. شاكر بقى ما بيعملش حاجات غريبه زي كده في اللايفات. يا بتوع اللايفات انتوا عليكم حاجات. طب هو ده يمكن عشان انت بتقول كلام يحمل معنيين احيانا والناس بتحب الراجل الصريح. اغسلها وابقى يا ريت والله احنا عايزين نشوفها بعد ما تتغسل. يعني هحاول اصفي النية، بس يعني برضه احراقا للحق شاكر مش بيقعد يقول كلام زي يغسل وحمي ودش والكلام ده. يا محمد ابوك دخلته على الدش ولعبته ضغط يعني. وبعدين يا معلمي ده انا كل ما اسال سؤال بيرد في وشي تاني. هو انت يعني مثلا ودايما بتقول حكم والشغل ده؟ خافش من النجع عشان النجع مش فاضي انه يأذيه. الجو ده بالذات مداهم بقى نرمي دلوقتي ما بقاش ياكل يا صاحبي. يعني الحكم وجو ابويا قال لي كذا بقى جو قديم قوي دلوقتي. يعني اعتقد شاكر ما بيقولش كده، ويمكن يا مداهم ده السبب. انا بابي قال لي ما تخشش الام اس اي وخش الدبليو سي وابقى اشوف لك كلب. وبعدين واضح ان المقارنه مش نافعه خالص. بس يعني يا معلمي اعتقد لازم نركز مع دماغ شاكر شويه. اعتقد يعني يا معلمي ممكن يكون الفرق بينهم في العقليه. يعني مثلا شاكر ممكن تقدر تتجوز واحده من البرنامج هنا. ما اتجوزها بس مش هتقعد هنا، يعني مش تبقى على البرنامج تاني ولا على الميديا خالص. واضح ان هناك ثقه كبيره في المكان اللي بتشتغل فيه. طب افرض انا شاكر هي برضه مش عايزاك تفتح لايف والجو ده. انا يا منتج شاكر او مصاحب يعني خاطب والله ما هفتح لايف. خطبت مش هتلاقيني في اللايف. الكلام حلو بس غيرك كتير فشخ كان بيقول كده. اكبرهم مشاكل شادي اللي كان عايز ينظف وبيفتح لايفات عادي. صحيح يا شاكر ايه رايك في شادي؟ انت الاصل يا شاد، انت البدايات. ما علينا يعني. بس انت شاكر صحيح طلعت مع تامر حسني الحفله. تامر حسني لما رحت امبارح الحفله ما عملش نفسه مش عارفني. طب يعني معلش انت طلعت في الحفله ليه؟ بتغني؟ والله فكره. هو انت شكل صوتك حلو يعني بتعرف تغني وكده؟ انا حبيتك وجرحتيني انت اكيد بتحبيني. لا مستحيل. غنيت خلاص ما تغنيش تاني بقى. طب يعني يا شاكر هو انت طلعت مع حد تاني غير تامر حسني؟ عصام السقا ده في الحقيقه برنس رايق. انا البدايات دي عارفها كويس. طب انا معلمي شويه كده ويعمل لقاء في برنامج او يعمل اغنيه او يعمل فوازير بقى والجو ده. بمناسبه الفوازير يعني يا شاكر ليك في الفوازير؟ ايه الحيوان اللي لا بيولد ولا بيبيض؟ يا ابني المتضايقه اللي كاتب شاكر يا ابني المتضايقه. قريت الكومنت ليه طب؟ بتسال قرا الكومنت ليه؟ اكيد عشان يحقق الكوميديا وكده. بس اكيد انا معلمي شاكر بيعرف يقول كلام حلو للبنات عشان كده بيحبوا يطلعوا معاه. انا قصدي شكلك يعني بقى اخره من الاول. يعني برضه في جزء من البنات يحب اللي يهزقها. بموت في الشتيمه وبخني. بس يمكن يا معلمي شاكر ده ذكي عشان كده عارف ازاي يتفاعل مع الناس اللي معاه ويحقق الكوميديا فيبقى عنده ناس اكتر. روتين شعرك يعني. ان شاء الله لا اقرا. في حاله لو مش واخد بالك يعني. طب يا شاكر انت بتعرف تتكلم انجليزي؟ Shut up because if you want to catch me send me message. تمام. هضرب نفسي. طب بجد يعني يا شاكر احنا محتاجين نعرف انت كنت شغال ايه قبل كده. رائد محمد شاكر. اما بحث ادفو طبعا. بحث ادفو. ايه ده يا شاكر ده هزار ولا بجد؟ لا انا محتاج اتاكد واعرف. انت عارفه صائب بدفعتي بس هو دلوقتي ظابط في دوله ثانيه. واضح ان الحوار بجد بقى. يعني شاكر طلع كان ظابط. بص يا معلم هو كتير قوي كانوا
ضباط زمان واشتغلوا في الميديا والتمثيل زي اكرم حسني وغيره، بس مش ده الغريب. المشكله يا معلم اللي بيبعتوا يتكلموا يقول لك ده بيكسب ملايين وانا بشتغل 16 ساعه ومش مكفي. يعني انا بصراحه حابب اقول كلمتين كده. بص يا معلمي، هو الموضوع في الاول وفي الاخر اوعى تسعى عليه، اصل ده جو لايف بقى ويجي دعمي ونعمل لك فلوس على سبيل التبرعات بقى او حاجه ثانيه، خدها زي ما تاخدها. بس اعتقد يعني يا معلمي انت ما تقبلش بكده. يعني يا صاحبي لو الدنيا كلها اتغيرت ما تخليك زي ما انت، صدقني انت الصح. هم يا عم ربنا يهديهم وانت ربنا يثبتك، وما تقلقش انا يا معلمي كل واحد ربنا شايل له رزق. وعلى فكره انا معلمي مش معنى كلامي ان مداهم وحش او شاكر وحش، لا، ممكن يكون شخصيتهم في الحقيقه احسن، الله اعلم. بس ده برنامج كوميدي اجتماعي سهل، وانا بنتقد محتواهم بطريقه كوميديه وماليش علاقه باشخاص. عشان كده يا معلمي انا ما اعرفش لا شاكر ولا مداهم على الحقيقه، بس انا بقول لك يا معلمي انت صح وهم ممكن يجي لهم وقت ويبقوا صح، وربنا يثبت الجميع على الصح يا معلمي. الراجل ده صح الصح والكلب صح الصح. ما بحبش اتكلم جد والله. وما ينساش يا معلمي تقول لك اتكلم عن مين الحلقه الجايه، وما ينساش تقول رايك في الكومنتات. سلام.